ازاي تعمل فلوس بالدولار سواء كنت لسه طالب او حتى شغال في وظيفه. انا عارف ان كلنا بنفكر ازاي نبقى اغنياء بقى ومليونيرات ونمسك فلوس والكلام الحلو ده، بس بجد لو الموضوع كان سهل قوي كده واي حد يقدر يعمله بشكل عشوائي كان كل الناس فعلا بقت اغنياء. بس الحقيقه ان الموضوع محتاج منك تخطيط، شغل كتير وصبر. مفيش شك ان علشان اي واحد يتحول لشخص غني لازم يدخل عالم البيزنس ورياده الاعمال. يعني باختصار لازم يبقى عندك مشروع والمشروع ده بيدخلك فلوس، فبالتالي تقدر تطور مشروعك مع الوقت وتزود الفلوس اللي بتخش لك منه، وبالتالي تقدر تستثمرها في مجالات كتير او بطرق كتير وتقدر تدخل منها فلوس وانت نايم. طيب ازاي هتعمل بقى المشروع ده وهتجيب اصلا الفلوس اللي تعمل بيها المشروع منين؟ اكيد مش هتجيبها من الوظيفه اللي انت شغال فيها حاليا، لان كلنا عارفين ان الوظيفه بتجيب لك يا دوب مصاريفك الشخصيه، وده مش بيسمح لك انك تدخر فلوس تقدر مع الوقت انك تفتح من خلالها مشروع خاص بيك. علشان كده في الفيديو ده انا جاي اقول لك على 5 طرق تقدر تشتغل فيهم على الانترنت وتحقق دخل بالدولار، وبعد فتره من الشغل ان شاء الله هتبدا تتحول من مرحله العمل الحر لفكره رياده الاعمال وانك فعلا تمتلك المشروع الخاص بيك. وقبل ما نبدا في سرد ال5 طرق بفكرك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنوي بينك وبين ربنا انه يغنيك بحلاله عن حرامه ويكفيك بفضله عمن سواه. اول طريقه هي انشاء موقع والربح منه. في اسباب كتير خلتني احط الطريقه دي في الاول، واهمها ان هي سهله للمبتدئين وكمان تقدر تتعلمها بسرعه، والميزه ان هي موجود ليها شروحات كتير جدا على يوتيوب، فحرفيا اي مشكله هتقابلك هتقدر تحلها بسهوله عن طريق انك هتتفرج ليها على فيديو شرح باللغه العربيه. والسبب الثاني انك تقدر تنشئ موقع براس مال بسيط جدا، يعني تقدر تشتري الدومين نيم، والدومين نيم للي ما يعرفش هو بيبقى رابط الموقع، يعني اي موقع علشان تدخل ليه بيبقى www.اسمالموقع.com، فالرابط ده هو اسمه الدومين نيم، وده بيبدا سعره من 99 سنت، ودي هتبقى تكلفه الموقع اللي انت عليك تدفعها. والسبب الثالث انك لما بتعمل موقع الكتروني وتقدر تجيب عليه زيارات بتقدر تكسب من خلاله بطرق كتير جدا هوضحها لك كمان شويه. وعلشان تعمل موقع انت قدامك 3 طرق مختلفه، ودي بتختلف من شخص للتاني. الطريقه الاولى انك بتنشئ مدونه على منصه بلوجر، وهي منصه تابعه لشركه جوجل وبتكون مجانيه 100%، لانها بتغنيك انك تشتري استضافه للموقع بتاعك، فتكلفه الموقع بس بتبقى متوقفه على الدومين نيم. وحتى الدومين نيم تقدر تستغنى عنه مع منصه بلوجر لانها بتديك دومين نيم مجاني بامتداد blogspot.com وتقدر تشتغل بيه عادي، لكن طبعا مش بينصح انك تشتغل بيه لانه بيبقى دومين مش احترافي، وفي نفس الوقت هو ملك لشركه جوجل. علشان كده يفضل لما تيجي تعمل موقع جديد انك تشتري دومين احترافي. الطريقه الثانيه انك تعمل موقعك على منصه وورد بريس، وده بيحتاج انك يكون معاك مبلغ صغير عايز تستثمره في الموقع بتاعك علشان تقدر تشتري استضافه. والاستضافه اللي ما يعرفش هو عباره عن سيرفر بيستضيف ملفات موقعك على الانترنت، علشان لما حد يدخل للموقع ملفات الموقع او شكل الموقع يحمل قدامه. واسعار الاستضافات بتختلف من شركه للتانيه، لكن في العموم ممكن تبدا بمبلغ $30 او اقل من كده. والمميز في منصه وورد بريس ان اتعمل من خلالها 40% من كل المواقع الموجوده على الانترنت، وده لانها بتديك تحكم كامل في الموقع بتاعك وملفات الموقع، وكمان تقدر تعدل عليها بسهوله ومش بتحتاج منك اي لغات برمجه. والاستضافه اللي انا شغال بيها بقالي 3 سنين لحد دلوقتي ومستريح معاها هي استضافه من شركه فاست كوميت، وهسيب لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو تحت. الطريقه الثالثه بقى واللي مش كتير من الناس بتلجأ ليها هي انك تعمل موقع برمجه خاصه، يعني من الاخر انك تكتب كل الاكواد البرمجيه الخاصه بموقعك، وده طبعا بيحتاج انك تكون ويب ديفلوبر وانك تكون دارس لغات برمجه زي HTML و CSS وجافا سكريبت و PHP، وده طبعا بيكون شيء صعب للناس المبتدئه. علشان كده معظم الناس بتروح للاختيار الاول اللي هو منصه بلوجر او منصه وورد بريس، وزي ما قلت لك انت تقدر تعمل كل حاجه حرفيا من خلال منصه وورد بريس، وهي بتكون اكتر احترافيه من منصه بلوجر، فالاختيار بيبقى ليك على حسب الموقع اللي انت عايز تعمله وعلى حسب برضه الميزانيه اللي معاك. طيب دلوقتي انت عملت موقع هتكسب من خلاله ازاي؟ زي ما قلت لك في الاول ان طرق الربح من الموقع الالكتروني بتكون كتير جدا. على سبيل المثال انك ممكن تقدم الموقع بتاعك مع شركه الاعلانات جوجل ادسنس، ومن خلالها بتقدر تعرض اعلانات على موقعك الالكتروني وبتكسب من خلالها. يعني كل لما الاعلانات دي بتتعرض لزوار اكتر والزوار يتفاعلوا مع الاعلانات ان هم يضغطوا عليها، كل لما بتكسب فلوس اكتر من الاعلانات. والطريقه الثانيه انك ممكن تروج لكتير من الخدمات والمنتجات على موقعك وتكسب منها عن طريق التسويق بالعموم. والطريقه الثالثه انك تفتح متجر على موقعك وتستغل الزيارات اللي بتخش لك في انك توجهها للمتجر بتاعك وتبيع من خلاله منتجات، ويبقى كده بتكسب من التجاره الالكترونيه على موقعك. الطريقه الرابعه هي انك تستغل الترافيك اللي انت بتجيبه وتبيع من خلاله الخدمات اللي انت بتقدمها للناس. وعلى سبيل المثال لو انت مثلا متخصص في تصميم المواقع الالكترونيه ممكن تقدم الخدمه دي للناس على موقعك وتبدا تبيعها بسهوله من خلال موقعك. الطريقه الخامسه انك تبيع مساحات اعلانيه على موقعك الالكتروني، وعلشان تنفذ الطريقه دي لازم يكون عندك كميه زوار كتير بحيث تجذب المعلنين ان هم يعملوا اعلانات عندك على الموقع، وفي المقابل انك بتحط لهم اعلانات
الخدمات انت بتطلب مبلغ معين مقابل الاعلان اللي انت بتحطه ليه. الطريقه السادسه انك تسمح للناس ان هم يعملوا حاجه اسمها جيست بوست عندك على الموقع، يعني انك بتسمح للمعلنين ان هم يكتبوا مقالات، والمقالات دي هم بيروجوا فيها لمنتج تبعهم او خدمه او حتى موقع الكتروني، وطبعا في المقابل انك بتنشر المقال ده على موقعك بتتفق معاهم على مبلغ معين مقابل نشر المقال. والطريقه السابعه انك تستغل عدد الزيارات اللي على موقعك وتكبر بيه صفحات السوشيال ميديا، يعني مثلا انك تكبر جروب فيسبوك او قناه تليجرام، وفيما بعد تقدر تستغلهم في انك تسوق ليهم منتجات او خدمات من خلال صفحات السوشيال ميديا اللي انت كبرتها. وباختصار طرق الربح من الموقع الالكتروني كتير جدا وبتختلف حسب المجال اللي انت بتكتب فيه على الموقع بتاعك، علشان كده لازم تعرف ازاي تجيب كميه كبيره من الزيارات لموقعك الالكتروني. وعلشان تنفذ ده فانصحك تتعلم اكتر عن مجال السيو، وده بيسمح لك انك تجيب زيارات مجانيه من جوجل للموقع بتاعك. ولو انت مهتم بالمجال ده انصحك تعمل اشتراك في القناه، لان انا هركز بشكل كبير ان شاء الله على المجال ده. المجال الثاني هو مجال العمل الحر، والعمل الحر من اسمه هو انك بتبقى شغال على الانترنت بدون قيود الزمان والمكان، يعني تقدر تشتغل في الوقت اللي انت عايزه والمكان اللي تحبه والمجال اللي تختاره. وفي المجال ده انت بيبقى اسمك فريلانسر، ومجال الفريلانس قائم على انك بتبيع مهارة انت شاطر فيها وتقدر تقدمها للناس، فبالتالي بتقدر تبيع المهارة بتاعتك للعملاء اللي محتاجينها. على سبيل المثال لو انت شاطر في مهارة زي المونتاج او الفيديو اديتنج وبتقدر تمنتج مقاطع فيديو صغيرة اللي هي الريلز وتساعد صناع المحتوى ان هم يكبروا صفحاتهم على السوشيال ميديا، في الحالة دي هتقدر تلاقي صناع محتوى كتير تشتغل معاهم كفريلانس، فممكن تلاقي عميل يدفع لك مثلا $100 مقابل انك تعمل له 10 فيديوهات ريلز كل شهر. وكمان هتلاقي صناع محتوى تقدر تشتغل معاهم بشكل مستمر، يعني يتفق معاك على عدد فيديوهات معين تعمله له كل شهر وانت بتطلب المبلغ اللي انت عايزه. تبدا ازاي؟ اول حاجه لازم يكون اصلا عندك المهاره اللي انت هتبيعها للناس، ولو انت شاطر فعلا في مهاره معينه زي البرمجه او الترجمه او المونتاج او الكوبي رايتنج او تصميم المواقع فانت فعلا عندك المهاره اللي انت هتقدر تبيعها. اما لو انت شخص لسه مبتدئ ومش عندك المهاره فلازم تروح تتعلمها الاول. كل حاجه دلوقتي عايز تتعلمها حرفيا متوفره بشكل مجاني على منصه زي يوتيوب، وكمان هتلاقي كورسات مجانيه في كل حاجه تيجي في دماغك، فانت دلوقتي مالكش حجه انك تقول انا ما بعرفش اعمل حاجه، كل مصادر التعلم قدامك. وهنا انصحك انك تتعلم مهاره من المهارات المطلوبه حاليا واللي بنسميها مهارات المستقبل، والمهارات دي زي المونتاج وصناعه المحتوى وكتابه المحتوى وتصميم المواقع وتصميم الصور المصغره لفيديوهات اليوتيوب، وطبعا مهاره البرمجه. طيب دلوقتي انت بقى عندك فعلا المهاره وعايز تبدا تبيعها، فهنا يجي دور التسويق للمهاره بتاعتك. والطريقة الأولى إنك تقدر تسوق بيها هي إنك تعمل لنفسك صفحات على السوشيال ميديا وتبدأ من خلالها تعرض المهارة بتاعتك وتعلم برضو الناس المهارة اللي أنت بتقدمها، بحيث تبقى صفحات السوشيال ميديا بتاعتك هي البورتفوليو أو معرض الأعمال الخاص بيك، وده هيجيب لك شغل كتير كفريلانس. الطريقة التانية إنك ممكن تسوق لنفسك على جروبات الفيسبوك أو التليجرام اللي فيها ناس مهتمة بالخدمة اللي أنت بتقدمها. والطريقة الثالثة طبعا هي مواقع العمل الحر. مواقع العمل الحر في منها مواقع عربية زي موقع خمسات ومستقل ونفذ لي وموقع شغل اونلاين، وفي منها مواقع اجنبية زي موقع طبعا ابورك الشهير وموقع فريلانس. ولو متعرفش يعني ايه مواقع العمل الحر فهي عبارة عن سوق انت بتلاقي فيه الناس اللي بتقدم الخدمات والناس اللي بتشتريها، والموقع هنا بيبقى دوره انه وسيط بين الشخص اللي بيقدم الخدمة والشخص اللي بيشتري الخدمة، علشان يخلي عملية البيع والشراء آمنة وما يحصلش أي عمليات نصب. مجال الفريلانسنج هو مجال كبير وفيه تفاصيل كتير جدا، زي مثلا إنك إزاي تبني البورتفوليو بتاعك وإزاي تسوق لنفسك وتجيب عملاء. فلو أنت مهتم فعلا بالمجال ده لازم تبحث عنه أكتر وتتعلمه وتطور نفسك فيه، وإن شاء الله هتلاقي نتيجة كويسة جدا. المجال الثالث هو مجال التسويق بالعمولة. لو أنت متعرفش مجال التسويق بالعمولة فأحب أقول لك إن هو واحد من أشهر المجالات اللي الناس بتعمل منه أرقام كويسة جدا. والتسويق بالعمولة من اسمه هو إنك بتسوق لمنتج أو خدمة موجودة على الإنترنت، المنتج ده انت لا تملكه، يعني من الاخر انت بتسوق حاجه مش بتاعتك، ولما بتقدر تجيب ليها مبيعات انت بتحصل من كل مبيعه على عموله محدده. وطبعا كل لما بيزيد سعر المنتج اللي انت بتروج ليه كل لما بتزيد العموله بتاعتك وبتبقى عمليه التسويق اصعب شويه. لو حبينا نرتب خطوات التسويق بالعموله لشخص عايز يبدا ومش عارف يبدا ازاي، فاول حاجه انك هتحدد تخصص تشتغل عليه، وده لان في عدد كبير جدا من المنتجات والخدمات والحاجات اللي تقدر تسوق لها على الانترنت، علشان كده لازم تختار لنفسك تخصص، وده بيبقى اسمه النيتش. يعني بتختار لنفسك نوع معين مثلا من المنتجات اللي انت هتسوق لها، زي مثلا منتجات العنايه بالبشره، او مثلا انك هتسوق لشركات الاستضافه، او مثلا انك هتسوق لاكسسوارات الايفون. وفايده انك تتخصص في مجال معين او نوع معين من المنتجات انك فعلا بتعرف تدرس جمهورك بشكل كويس وبتبقى عارف تلاقيه فين وتقدر توصل له ازاي. اما لو انت مش في دماغك اي منتجات تقدر تسوق ليها فتقدر تاخد افكار كتير من اشهر مواقع التسويق بالعموله، زي طبعا موقع امازون ومنصه شيراسيل ومنصه امباك، وفي موقع برضه مشهور اسمه كليك بانك. تقدر تدور في كل المواقع دي وتاخد افكار على امثله المنتجات اللي انت تقدر تسوقها
وتختار لنفسك تخصص او نوع معين من المنتجات. وبعد ما تختار المنتجات اللي انت هتسوق لها هيجي دور التسويق، والتسويق ممكن يتم بطرق كتير جدا، زي مثلا انك تسوق من خلال الموقع بتاعك زي ما قلت لك في الاول، او انك تعمل اعلانات مموله على مواقع التواصل الاجتماعي، او التسويق من خلال المحتوى اللي انت بتقدمه لو انت صانع محتوى، او حتى تسوق عن طريق البريد الالكتروني وده بيبقى اسمه الايميل ماركتنج. المجال الرابع هو مجال التجاره الالكترونيه. معظمنا سمع عن مجال التجاره الالكترونيه، وفي ناس فعلا حاولت تخش المجال لكن قابلتها مشاكل وما عرفتش تبدا صح ازاي. التجاره الالكترونيه مش متوقفه على نموذج عمل معين، لان بنقصد بالتجاره الالكترونيه هي اي عمليه بيع وشراء بتتم على الانترنت. فعمليه البيع والشراء دي ممكن تكون في منتج ملموس، يعني منتج تقدر تمسكه بايدك، او منتج رقمي زي الكتب الالكترونيه او قوالب التصميم او التطبيقات او الكورسات وغيرها من المنتجات الرقميه. وطبعا علشان تبيع المنتج بتاعك لازم يبقى عندك متجر الكتروني. وفكره المتجر كانك بالظبط اشتريت محل او اجرت محل على ارض الواقع، لكن الميزه هنا انك مش بيبقى عندك ايجار تدفعه كل شهر، مش بيبقى عندك موظفين تدفع لهم راتب ثابت كل شهر، وده بيوفر عليك تكاليف كتير جدا. فالميزه في التجاره الالكترونيه لما تعملها على الانترنت ان هي بتحتاج راس مال اقل بكتير جدا من انك تعملها على ارض الواقع. وكمان الميزه في المتجر الالكتروني انك تقدر تبيع لجمهور من كل انحاء العالم، انما لو انت مثلا فاتح محل في منطقه معينه فانت محدد بالناس اللي ساكنه في المنطقه دي او الناس اللي تقدر توصل للمكان اللي انت فاتح فيه. اما الانترنت فانت تقدر توصل لكل دول العالم، ودي بتبقى الميزه في التجاره الالكترونيه. وعلشان تبدا في التجاره الالكترونيه في خطوات اساسيه لازم تعملها. واول حاجه ان يكون اصلا عندك المنتج اللي انت هتبيعه للناس، سواء المنتج ده كمنتج مادي ملموس او منتج رقمي. بعد كده بتعمل المتجر الالكتروني بتاعك وتعرض عليه المنتج اللي انت هتبيعه، وطبعا بتعرض فيه كل تفاصيل المنتج. وبعد كده تيجي خطوه التسويق اللي هي ضروريه في معظم طرق الربح من الانترنت. وخطوه التسويق في التجاره الالكترونيه بتكون اكتر خطوه بتكلفك فلوس، وده لانك بتحتاج تعمل اعلانات مموله على مواقع التواصل الاجتماعي، او حتى تسوق من خلال انفلونسر او صانع محتوى مشهور وعنده صفحه مشهوره على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحه دي بتقدم محتوى في نفس مجال المنتج اللي انت بتسوق ليه. وعلشان ما اكدبش عليك التجاره الالكترونيه هتعوز انك تتعلم مهارات كتير جدا، طبعا انك يكون معاك راس مال تبدا بيه. وراس المال هنا مش بنقصد راس مال صغير، لان اقل حاجه ممكن تبدا بيها هي $1000، فهو يعتبر مجال استثماري. يعني انت معاك مبلغ عايز تستثمره فتبدا تشتغل في التجاره الالكترونيه علشان تكبر راس المال بتاعك. كمان زي ما قلت لك ان في مهارات لازم تتعلمها، زي مهاره انشاء المتجر، وزي مهاره التسعير اللي هي خطوه مهمه جدا ومش بتتعمل بشكل عشوائي، وطبعا مهاره الاعلانات المموله، وتفاصيل تانية كتير هتقابلك لو بدات في التجاره الالكترونيه. المجال الخامس هو صناعه المحتوى. الوهله الاولى ممكن تقول ان صناعه المحتوى ازاي تخليني اكسب فلوس بالدولار من على الانترنت، لكن الحقيقه هي ان صناعه المحتوى واحدة من أكبر المجالات اللي تقدر تعمل منها فلوس بالدولار على النت. والميزة في صناعة المحتوى إنك لما تشتغل فيها فترة بيبقى عندك جمهور كبير، والجمهور ده بيثق فيك وعارفك شخصيا، طبعا بشرط انك تكون بتقدم محتوى مفيد وبتساعد فعلا الناس. ولما بتبني قاعدة كبيرة من المتابعين، حرفيا المتابعين دول بيبقوا كنز تقدر تستغله، لان هي ناس وثقت فيك وتقدر بسهوله تشتري منك اي خدمه او اي منتج انت تقدمه ليهم. بشرط برضه ان يكون المنتج او الخدمه اللي انت بتبيعها للناس بيحل ليهم مشكله او بيوفر عليهم وقت في شغلهم، وساعتها الجمهور بتاعك مش هيبقى عنده اي مشكله انه يشتري منك. كمان تقدر من خلال صناعه المحتوى ان يبقى عندك رعاه للفيديوهات بتاعتك، والراعي انت بتطلب منه المبلغ اللي انت عايزه مقابل انك تسوق ليه من خلال المحتوى بتاعك. كمان ممكن تاخد خطوه الاستشارات، يعني انك تقدم استشارات مدفوعه للمتابعين عندك، وده بيبقى في المجال اللي انت متخصص فيه واللي القناه بتاعتك متخصصه فيه. وعايز اقول لك ان في ناس بتطلب $100 مقابل انه يفتح مع العميل سيشن برايفت لمده ساعه، يعني انه يكلم العميل لمده ساعه وجها لوجه، وهنا يبتدي العميل يعرض المشاكل اللي عنده او القرارات اللي هو محتار فيها، وانت من خلال خبرتك بتبدا توجهه او تساعده في انه ياخد القرار او يحل المشكله اللي هو جاي لك عشانها. فلو هنفترض انك وصلت للمرحله دي وانك تقدر تبيع 10 استشارات كل شهر، فبكده انت هتكسب بس من الاستشارات $1000 في الشهر، وده بيكون مصدر دخل من مصادر دخل تانية كتير من خلال صناعه المحتوى. فصناعه المحتوى في رايي هي كنز كبير للشخص اللي فعلا يقدر يقدم محتوى يساعد بيه الناس ويكسب ثقتهم، وفي الحاله دي هتقدر تبني لنفسك مصدر دخل كبير بالدولار من الانترنت. في النهايه حابب اقول لك ان مجالات الشغل اونلاين كتيره جدا، ومش كل شخص يقدر يشتغل في اي مجال. لازم تشوف المجال اللي مناسب في الظروف بتاعتك، لان انت ليك خبرات معينه ومعاك راس مال معين، وممكن تكون لسه مش معاك راس مال تبتدي بيه، وعلشان كده هيبقى المجال المناسب ليك غير المجال المناسب لشخص تاني بظروف تانية. بس الميزه انك لو اخترت مجال انت ما عندكش خبره فيه انت تقدر تتعلمه بسهوله، لان مصادر التعلم دلوقتي كتير جدا، سواء فيديوهات الشرح على اليوتيوب
او الكورسات المجانيه او الكورسات المدفوعه. فدلوقتي انت قدام مليون مصدر مجاني ومدفوع تتعلم منه، فكل الموضوع انك تسيبك من اي حاجه بتضيع لك وقتك، وتسيبك من الحجج اللي انت بتخلقها لنفسك، وتبدا شغل فعلا. في رابط هتلاقيني سايبه لك في وصف الفيديو تحت، في مقال بيقدم لك طرق كتير جدا تقدر تشتغل منها على الانترنت وتبني لنفسك مصدر دخل بالدولار، غير الخمس طرق اللي انا عرضتهم معاك في الفيديو ده. وطبعا لو عندك استفسار او عايز اي مساعده مني شخصيا، ما تترددش انك تخش لحسابي على انستجرام وتطلب مني اللي انت عايزه، وانا ان شاء الله هساعدك على قد ما اقدر.